بالنسبه للتتابع اللي هو الرقمي 10 20 30 40 50 لغايه ال 100. نفترض ان انا واقف ايدي هنا، الحركه وهي طالعه 10 20 30 40 50 60 70 80 100 بسرعه. هنا اثناء الاداء وايدك بتوصل لنهايتها في النهايه الحركي، بؤره القوه، تجميع القوه كلها من جسمك بتخرج في نقطة واحدة اللي هي مع قبضة ايدك في نهاية الحركة مع الشوكوزوكي او الاوزوكي ايا كان الدليل اللي انا بأدي عليه. في حركة الاوزوكي على اساس ان هي حركة طويلة بتاخد من الجسم من تحت من عند كعب رجليك والرجل كلها والوسط ونصك الفوقاني وتتجمع في ايدك، وفي النهاية التفريغ في القبضة. ده طبعا في ثانية أقل من الثانية بتأدي الحركة. أنت جمعت قوتك وأديت الحركة، تجميع قوة في النهاية الحركة تخرج معاك. يبقى إذا الرأي الأول كان بيقول إن الجسم في حالة سكون، يعني أنا إيدي لو أنا واقف هنا، إيدك وأنت واقف صفر، تبدأ القوة تطلع. طبعا اللاعب ما بيطلعش قوته، بيبقى جسمه مخشب وهو بيأدي، لازم فيه انقباض وانبساط، العضلات فيها انقباض وفيها انبساط. يبقى اذا انا في حاله انبساط هنا والحركه لسه ما طلعتش، بتبدا الانقباض العضلي اثناء الاداء لغايه ما توصل للنهايه اللي هي ال 100. ترجع هنا صفر مره ثانيه، رجعت الايد بقت صفر، هنا صفر 100 صفر 100 صفر 100 10 20 30 40 وهكذا. يبقى اذا تبادل اخذ الحركات ايا كانت الحركات وانت بتأدي من صفر الى 100، من صفر الى 100. ده الرأي الاول في اخراج القوة بتاعتك بالسرعة والحدة والثبات في النهاية، هو ده الكمية. يبقى اذا لو انا حددت كل حركة وانا بأديها اثناء الاداء، خلاص هي خدت المدى بتاعها وثبتت الحركة بتاعتي هنا بقت صفر. ده الرأي الاول، يعني القوة بقت وصلت ل 100 في اللحظة دي، خلاص الحركة التتابع اللي بعد منها وهكذا. يبقى إذا تتابع إخراج القوة من صفر إلى 100، من صفر إلى 100، من صفر إلى 100. ده الرأي الأول. في رأي تاني بيقول إن أنت وأنت جسمك وأنت أثناء الثبات بتبقى في حالة انقباض شوية، ما بتبقاش سائب 20، التدليل بتاعه 20 30 40 50 60 لغاية ما توصل لل 100، ترجع لحالة الانقباض اللي هو ايه الخفيف، انقباض بسيط خفيف في العضلات. يبقى اذا جسمي ما بيوصلش لمرحله السكون اللي هو الصفر بعد الانقباض. ده راي من الاراء، ان بعض الخبراء ان جسمك ما يبقاش صفر، يعني بعد افراغ القوه ما بيبقاش صفر اثناء التتابع، يبقى فيه 20 فيه انقباض بسيط. ده الراي الثاني. طبعا احنا على الرايين، بس في النهايه اللاعب لازم يفهم ان قوته في كل حركه بتطلع بالتسلسل. في حركات في الكاتا بتطلع ما بتبقاش من صفر إلى 100، ممكن صفر ل 50 ل 60 حركات المتتابعة. نفترض لو أنا في الكاتا التيك شمال، هنا لو في حركتين 1 2 1 2، يبقى إذا أنا ما باخدش هنا 100 100 100 100، لا ممكن 50 والثانية واللي بعدها 50، يعني الاثنين مع بعض على أساس السرعة ما لحقتش مع سرعة الأداء والزمن الحركي. ممكن حركتين بيتم بتسلسل حركي سريع، ما بتتمش الحركة 100 100 100. أنا غيرت في التيمبو في الإيقاع بتاعي عشان أفرغ قوتي في كل حركة على حدة. 1 2 3 4، لا 1 2 3 4. يبقى إذا إخراج القوة مع كل موضع بيتم مع الأداء الحركي على حسب إخراج الحركة نفسها في الكاتا على الموضع الحركي أثناء أداء الكاتا. حركة تحتاج 50% 60% 70% 100% وهكذا.